عاوز تخس بدون عمليات جراحية وبدون تركيب بالون أو بدون نظام غذائي قارس؟ تعال أقولك نعملها إزاي. الرياضة. قبل ما نتكلم عن الرياضة لازم أفصص لكم الموضوع شوية، وتفصيص الموضوع هيبقى على حاجتين كبار: الناس اللي هتلعب رياضة شكلهم إيه وأعمارهم إيه وفكرهم إزاي، والرياضة المناسبة اللي المفروض هنلعبها علشان نخسر بيها وزن. أول حاجة نمسك الناس وتفصيصهم زي ما بنقول. الناس كبار السن اللي مستحيل هقول لهم انزلوا العبوا جيم، والناس دول ليهم رياضة معينة بفكر معين موجود عندهم في البيت. وفئة تانية الشباب اللي نفسهم يروحوا الجيم، ولكن للأسف الكسل هو الحاجة الوحيدة اللي ربطاه بحزب الكنبة. أما الفئة الأخيرة وهي الفئة اللي مواظبة على الجيم وراح شهر في التاني في التالت، وللأسف جالي العيادة وقال لي دكتور أنا مش لاقي اللي أنا عايزه من الجيم. الفئة دي ليها في الأخص عندي حاجة معينة، تابعوا معايا. نجيب أنواع الرياضة دول عندي بالأخص نوعين: نوع فتنس بيلعب على حاجة معينة وهي عبارة عن رياضة قلبية. الرياضة القلبية معناها تحريك كمية دم أكتر في الجسم، ودي اسمها رياضة الفتنس أو الكارديو أو السويدي. دي نوع خاص خالص اسمه تنزيل وتنحيف للجسم من الكوليسترول الضار أو اللي عايز يخس. أو نوع تاني من الرياضة ده للناس اللي عايزة تكون كتل عضلية، الويت ليفتر، كمال الأجسام، القصص دي كلها، ودي ليها ناسها مش احنا اللي عايزينها دلوقتي. يلا نركز مع بعض في أول فئة من الناس اللي احنا استهدفناهم، وهم الناس الكبار السن. ولما أقول كبار سن برضو هستهدف منهم نوعين: كبار سن عندهم أمراض مزمنة زي ضغط أو سكر أو القلب، وكبار السن اللي ما عندهمش أصلا أمراض مزمنة. ومن الآخر الاتنين دول هحطهم تحت كاتيجوري معين اسمه ازاي تلعب كل يوم من 10 ل 15 دقيقة بأقل مجهود توصل بيه لأحسن فاعلية. 10-15 دقيقة في البيت هي عبارة عن تمشية. التمشية دي عبارة عن من نقطة لنقطة بضربات قلب ستيدي، يعني ثابتة، بحركات ثابتة عسكرية، علشان خاطر توصل بيها لكمية دم متدفق في جسمك يقدر يحرق بيها كمية كوليسترول ودهون متراكمة عندك كتير. الناس التانية هم الشباب اللي معلقين انه مش عايز يروح الجيم او مش عايز يلعب ورك اوت كويس. اصل انا مشغول على طول يا دكتور، اصل انا عندي شغل، ما عنديش وقت لان انا انزل الجيم. عايز اديلك تمرينة معينة تقدر تعملها كل يوم، ولكن نصيحتي ليك انك تثبت الوقت بتاعها وتثبت التايم بتاع التمرين بتاعك علشان خاطر تقدر تحرق بيها كمية كوليسترول وتقدر تخس كويس. اول حاجة في رياضة 10-15 دقيقة انك ترسم نقطتين وتتمشى ما بينهم ماشي ستيدي، يعني ثابت بضربات قلب ثابتة. ودي البداية عبارة عن 5 دقايق. تبتدي تنظم لي الدقايق الباقية ما بين 3 تمرينات مهمين. أول تمرين هو حاجة اسمها جامب جاك، يعني هتبتدي تنط في مكانك، رجلك تنفتح، ايدك تنفتح لمدة 3 مجموعات، وكل مجموعة 10 مرات. سهلة جدا. بس نسيت أقول لك حاجة: لازم يكون جنبك إزازة مية كبيرة. ما بين كل تمرين وتمرين أو مجموعة ومجموعة لازم تشرب 2 مية على الأقل. دي حاجة اسمها جامب جاك. الحاجة التانية اللي بعدها على طول حاجة اسمها هاي ني، وانت واقف في مكانك بتبتدي تحرك ركبتك لفوق بحيث ان هي تخبط في اعلى بطن من فوق. ستيدي برضو 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 10 لعبات. وبرضو المية ما ننساهاش. اخر حاجة الناس اللي بتدور على شكل بطن معين، في حاجة اسمها بلانك، ودي من أصعب الرياضات اللي ممكن تتخيلها مع إنها سهلة. أنت هتنام على الأرض، تركز على كيعانك الاتنين وعلى مشط رجلك من ورا، تخلي الكور بتاعك أو تخلي الجسم بتاعك كله في استقامة واحدة، وتعد على ساعتك دقيقة، والشاطر اللي يجيب دقيقة والشاطر اللي يزيد عن دقايق. ده اللي أضمن لك بيه عود مستقيم، بطن مشدودة. أعتقد كده التمرين ما خدش مننا أكتر من 15 دقيقة. والله إن زدت فهو من عندك، لو وصلنا لنص ساعة يبقى كتر خيرك. آخر مجموعة ودي مهمين بالنسبة لي شويتين، لأن الناس دي ابتدت توجد وقت ونزلت فعلا الجيم وبدأت في ورك اوت صح في الجيم. الناس دي لما بتجيلي العيادة وبتقول لي يا دكتور احنا بقالنا 2 أو 3 ما بنلاقيش حاجة كويسة من الجيم، أنا هديلك نصايح لأن أنا بروح الجيم زيك. أول نصيحة
لازم كل اسبوع او كل اسبوعين تغير الباترن بتاعك. يعني لو كنت بتلعب عضله، يعني مثلا بتلعب الفرونت لوحده او الباك لوحده، او بتلعب عضلات البايو تراي لوحدها، الليج لوحدها، ابتدي بعد اسبوعين غير حاجه اسمها بوش وبول وليج، ادي كده اسبوعين. هقول لك الاحسن من كده كمان، ابتدي كل تمرينتين عضل حط معاهم تمرينة فتنس كويسة. صدقني هتلاقي التغيير جذري جدا. ابتديت تنقص وزن كتير جدا، ابتديت تخلص من كوليسترول ودهون متراكمة في الدهون العنيدة بالأخص حوالين البطن وحوالين الخصر، وابتديت تكون كتلة عضلية محترمة. إذا تغيير النمط نفسه في الجيم مهم جدا علشان خاطر عضلاتك ما تزهقش من حاجة معينة، فتبتدي تجين حاجة أحسن وتشوف حاجة أحسن. وعشان طول عمرنا بنربط حياتنا بالحياة الدينية، لازم أقولك إن ديننا بيحسنا على الرياضة. ربك قال في القرآن وقل اعملوا. يعني إيه قل اعملوا؟ يعني اتحركوا، مش روح اشتغل وهات فلوس. ربك قال في القرآن في سورة الكهف لأهل الكهف، ما قالناش كلوا ازاي وشربوا ازاي، ولكن قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لأن الحركة مطلوبة للعضلات عشان ما تضمرش. لازم تفهم إن الرياضة هي سبيلك الوحيد لابتعادك عن الأمراض.